بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة جميلة جدا. شايفين السندوتشات الجميلة بتاعتنا دي اللي انت تروحي تشتريها بره بالغالي؟ هنعمل النهاردة تشيكن ستريبس بطريقة روعة الروعة، ومن ربع فرخة او صدر هنعمل كل الكمية اللي انتوا شايفينها الجميلة دي. تقدري تعملي منها السندوتشات، تاكليها مع الشاورما بالبطاطس، حاجة كده روعة. بس لو اول مره تنوروني وتشرفوني، يا ريت تدعموني بكلمه حلوه ولايك وشير وسبسكرايب كده عشان يوصل لكم كل جديد مني. يا ريت يا حبايبي، اللايك هو بيرفع الفيديو. يا ريت يا ريت اتمنى منكم ان انتوا تدعموني وتدعموا قناتي. يلا نسمي الله ونصلي على النبي كتير ونشوف مقاديرنا مع بعض. عندي هنا انا ممكن تعمليها بربع من البانيه او بصدر فرخه. انا جبت صدر فرخه وحبيت اقطعه معاكي لان في ناس بيكون عندها صدور الفراخ ومش عارفه تستخدمها ازاي. هنقطع صدر الفرخه بتاعتي. اهم حاجه ان هي تكون محمله. يعني ايه محمله؟ يعني مليانه كده شويه، تخينه زي ما بيقولوا كده، يعني ماسكه نفسها كده عشان تطلع معانا بنفس السمك كده. عندي هنا الصدر الفرخه بتاعي انا قطعته. طبعا الحته اللي قدام دي بتبقى هي محمله شويه، فنحاول نظبطها. حاولي وانتي بتقطعي كده تظبطيها. انا قطعت الصدر الفرخه بتاعي بنفس الطريقه. حابه تخليها بقى بنفس الطول ده تمام قوي، حابه تقطعيها مكعبات زيي برضو حلوه وجميله. الاكل ده اذواق يا حبايب قلبي، هو بس احنا بندي الفكره وكل واحد يعمل زي ما هو عايز. انا هقطعها مكعبات كده عشان تطلع معايا جميله. وزي ما قلت لكم اهم حاجه تكون محمله عشان خاطر تطلع زي ما شفتوها كده بيضه من جوه، وتكون فيها تحسي ان انت بتاكلي فراخ، يعني ما تكونش ناشفه معاكي كده. انا قطعت كل الصدر الفرخه بتاعي، شايفين ما شاء الله طلع كميه قد ايه. قطعتها كده. وعندي البهارات بتاعتي، عندي ملح، بابريكا، كركم، قرفه، بهارات فراخ، فلفل اسود او اسمر. طبعا لو ما فيش كل البهارات دي، ملح وفلفل تمام قوي وشغال. طيب عندك بصل بودر وتوم بودر وبتشتغلي بيها تمام. انا طبعا بحب الحاجه الفريش. عندي هنا توم، ودي ميه البصل انا بتكون موجوده عندي بفرزها وباخد منها الكميه اللي انا عايزاها. والثوم ده طبعا انا موجود عندي ناعم برضو مطحون كده. بناخد الحاجات دي الفريش افضل يعني. هقلب كل بهاراتي دي كلها مع بعضها ونشوف دلوقتي هنستخدمها ازاي. كل البهارات الجميله بتاعتي هقلبها كده كلها، اخلطها مع بعضها كده. عندي هنا بقى ايه؟ هحضر بقى الخليط بتاعي. عندي انا كوبايه ونص من الدقيق. هنخلي الكوبايه لوحدها وهناخد النص كده ونشوف هنعمل بيه ايه. ادي نص كوبايه بتاعتي هناخده دلوقتي ونحط عليه بقى معلقه من النشا، معلقه هرميه كده من النشا. وهنضيف عليه نص البهارات بتاعتي دي، والنص التاني هنشوف دلوقتي هنعمل بيه ايه. هقلب كل الحاجات دي عشان تتداخل كده مع بعضها. وزي ما قلت لكم، لو حابين تضيفوا طب بصل بودر وتوم بودر تمام قوي، مش حابين براحتكم. انا بحب بصراحه الحاجه الفريش. هناخد دلوقتي التوم البودر والبصل البودر بتاعي نضيفهم كده مع بعض. طبعا دلوقتي حابه تضيفي عليها حليب مفيش مشكله خالص، حابه تضيفي ميه براحتك خالص. حليب هيخليها غنيه وجميله. طيب انا هضيف عليها نص كوبايه من الميه. طبعا عندي نص كوبايه دقيق، هضيف لها نص كوبايه من الميه. حابه تضربيها بقى بشوكه بمضرب باي حاجه، المهم ان انا عايزاها تنضرب ضربه كده وتكون ناعمه كده وجميله زي ما انت شايفاها. هناخد بقى الفراخ بتاعتي ونضيفها فين بقى؟ نضيفها على الخليط ده كده. هنضيفها كلها كده، وبعدين نقلب الخليط بتاعي ده. نقلب الفراخ بالخليط ونسيبهم يندمجوا مع بعض. نقلبهم تقليبه تمام قوي. لازم تقلبيهم وتدخلي كل الخليط في الفراخ كده. ممكن تعملي الفراخ دي من قبلها بيوم وتبيتها في التلاجة، هتبقى تحفه وجميله قوي. كل ما تقعد معاكي بتتعتق في الخلطه وتبقى جميله. طبعا دلوقتي انا هاخدها، لازم اهم حاجه وانتي بتشيليها برده في التلاجة تغطيها بكيس ولا حاجه وتدخليها التلاجة. هنبدا دلوقتي نعمل ايه بقى؟ الكفر بتاع الفراخ. عندي هنا الدقيق وحطيت عليها باقي البهارات بتاعتي. بدل ما نعذب نفسي بقى حطيت البهارات كلها مره واحده، اخدت نصها وده النص التاني. معلقه هرميه من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر عشان الفراخ بتاعتي ما تطلعش مكتومه وتطلع جميله قوي. وهخلط كل المقادير بتاعتي دي كده عشان تتداخل مع بعضها. كوبايه الدقيق مع معلقه هرميه من النشا مع البهارات بتاعتي، خلطتها خلطه تمام قوي عشان كلها تتداخل كده مع بعضها. طبعا دلوقتي يا حبايب قلبي انا طلعت الفراخ بتاعتي من التلاجة.
هنبدأ بقى ناخد من الفراخ مع الصوص اللي فيها او الخلطة اللي فيها او الخليط اللي فيها ده كده، وتشربيها في الدقيق وتنفضي فيها وتشربي تاني عشان انا عايزاها تطلع معرجة معاكي كده، وتطلع فيها نفس الكشكشة اللي انت شايفاها. فتاخدي من الخليط كله مع بعضه مع السائل كده، شربيها من الدقيق، نفضيها وشربيها تاني عشان خاطر، وفي اخر حاجة بقى تيجي منفضاها تنفيضة جامدة تطلع معاكي بنفس التعريجة دي كده. هنعمل معاكم واحدة تانية كده بسرعة اهي. شربي من الدقيق بايديكي كده واكبسي فيها بايديكي كده، وفي الاخر تنفضي هتطلع معاكي تديكي نفس التعريجه التمام دي. هخلص كل الفراخ بتاعتي وبعد كده نشوف هنكمل ازاي. انا عملتها كده وخلصتها. دلوقتي هنروح بقى عشان نحمرها في الزيت. عندي طاسه هنا على النار فيها زيت. الزيت لازم يكون غزير يغطي الفراخ ويكون سخن، ما ينفعش تحطي الفراخ والزيت بارد، وما يكونش سخن قوي عشان برضو ما تتحرقش معاكي وتستوي. حمرتها وطلعت بنفس الطريقه دي كده. شايفين ما شاء الله الكميه اتضاعفت قد ايه، لان طبعا الخلطه مع الدقيق بيضاعف الكميه معاكي. طبعا ده بصدر فرخه، احنا عملنا كل الكميه الجميله بتاعتنا دي كده. ممكن تقدميها بقى في سندوتشات او تقدميها مع رز. طبعا انا حبايب قلبي دلوقتي هقدمها في سندوتشات، لو حابه تقدميها في رز جميل قوي. انا مقدماها قبل كده في حلقه رز ريزو جميله جدا برضو. هتاخدي بقى من التوميه وتدهني السندوتش كده وتشبعيه، تدهني رغيفك كده وتشبعيه، مش زي المحل بحطلك كده عينات. لا احنا هنعمل الحاجه في البيت وتبقى روعه معانا. عندنا هنا انا محضره الطماطم بتاعتي وخيار. الحشوه دي بتاعتك انت اللي في داخل السندوتش، وبصل ممكن كمان كابوتشي. يا سلام يا سلام، يبقى تحفه. بس انا عملت طبعا ما عنديش. هتحطي قطعه او قطعتين من التشيكن ستريبس على حسب التقطيعه بتاعتك انت مقطعاها ايه كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ اللي وصل لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والشير وسبسكرايب كده حبايب قلبي عشان قناتي تكبر بيكم. هنعمل كده بسندوتش تاني. انا ولادي بصراحه موترني ومش صابرين عليا، مش هادين كده لما الواحد يعمل الحاجه اهو. اللي يقول لي بقى كتري البصل يا ماما، واللي يقول لي مش عارفه كتري ايه يا ماما. بصراحه بتعجبهم السندوتشات الجميله دي وبياكلوا لما يشبعوا كده. حاجه في البيت روعه، تعملي لاولادك وتدلعيهم وتبسطيهم اهو. شايفين قدمناها بنفس الطريقه دي كده. ايه رايكم في الجمال ده؟ ايه رايكم في الحلاوه؟ تنسونوش في اللايك والشير. عملنا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي بصدر واحد من الفرخه. عملنا 4 سندوتشات، وعملنا كمان الكام قطعه اللي باقيين دول يعملوا سندوتشين كمان. وعندي هنا بطاطس محمره تاكليها كده مع التوميه الجميله بتاعتنا اهو. ايه رايكم في الجمال ده؟ لايك وشير وسبسكرايب كده. تقدمي الكاتشب معاها، دلعي ولادك وابسطيهم، وباقل كميه هتعملي وتشبعي، ولا تروحي تدفعي بالغالي ولا حاجه. ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب، وتعملوها وتجربوها بألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.